تنتهي بفوز عجمان ب3 أهداف مقابل لا شيء في هذه المواجهة أمام فريق النادي العربي. نتابع معكم أهداف هذه المباراة. نبدأ بالهدف الأول اللي سجل اللاعب إدلسون في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول. يتقدم فيها عجمان بهذا الهدف مع هداف الدوري الدرجة الأولى برصيد 11 هدف مع هذا الهدف أيضا. ومن ثم أيضا يضيف اللاعب مشاهدينا الكرام المغربي رضا هدف جميل أيضا في الدقيقة 31 بإضافة الهدف الثاني، والتقدم مع نهاية الشوط الأول أيضا تنتهي المباراة بتقدم عجمان بهدفين. هنا أيضا اللاعب عبد الله الجمحي اللي دخل في الشوط الثاني يسجل أيضا الهدف الثالث لفريق نادي عجمان لتنتهي عليه المباراة بتقدم عجمان وفوز عجمان ب3 أهداف مقابل لا شيء. نعم، نبارك لعجمان، نبارك لعجمان هذه الصفقة الناجحة. رضا هجموج أعطى انطباع جيد بالنسبة لشخصيته، بالنسبة للعبه. اليوم سجل هدف. اليوم رضا الهجموج أعطى انطباع جيد لإدارة النادي بأن يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل الذي اختارت إدارة نادي عجمان بأن يكون هو المهاجم لهذا الفريق البرتغالي الذي يحاول وفي كل سنة ينافس للوصول إلى دوري الخليج العربي. نتمنى له. على فكرة كمان هجوج من اللاعيبة الممتازين، متحرك واللاعب عمل إضافة. الحقيقة أنا سعيد بيهم جدا. ما شاء الله ما شاء الله، في لاعيبة كويسة جدا. رقم 37 اللاعب المغربي رضا